رايهم حق مشروع له، لكن انا ارجع للسؤال الاساسي، لماذا الشبابين غايبين عن اللجان؟ طيب. لانه الاختيارات تكون عن طريق لحظه طارق انا بتكلم. سؤالك جميل ومهم، ولكن ما كان يحتاج الى لف. عفوا اسمح لي خالد، انت تبغى تسال وتجاوب وتعلق وتتداخل، خليني اتكلم. اتفضل. سؤالك جميل ورائع زين، وما كان يحتاج لف ولا دوران. طارق النوفل، انتم كيف تطالبون اتحاد الكره مثلا بان تاخذون نصيبكم من اللجان، من العضويه، من وانتم تقصون الشبابيين؟ لا نائب رئيسكم مثل ما قال هلالي، انا نقل على اللي صار خالد اللي ما يلف ويدور، ولا انت هلالي، ولا قبلك تركي الخليوي، قبلكم تركي الخليوي دقيقه، ولا قبلك تركي الخليوي كان شبابي، ولا 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 ولا. هذا اللي بيقوله خالد، ايش تعليقك؟ اول شيء على غرار فؤاد انور، المهلل، سعيد العويران. فهمت السالفه يا خالد؟ خلاص بتعدل لي الحين العالم. انا والله يا خالد بعنان شوف لا طيب يلا اتفضل. انا قاعد اتكلم الان، ما قطعتك ولا كلمه. طيب اتفضل. يعني لا سؤالك اللي صار مكتمل من طوله، طب قاطعوني ولا طريقه، وقطعوا لك لانك صراحه تلف وتدور انت في سؤالك، ولكن في النهايه انت كثرت اسقاطاتك بطريقه نقول عنها الناس اسقاطات غريبه. يا اخوي انا اعرف اجاوب، مثل ما خليتك كنت اسالك طول عمر المعلقه اللي قلتها قبل شوي ما قلنا شيء احنا لك. زين، لكن طريقه السؤال حق اريد به باطل. انت حاولت تسال سؤال ولكن دسيت السم في العسل. انت مو اسقطت، انت تحاول تقتل ولا تسقط. تتحدث عن عمل استاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب. زين، وتحاول ان بعدين رميت قبل تقول الشبابين القدامى. اسمعني يا اخي، اسمع الرجل يا اخي خلاص انت جاوب عني يلا. لا خلاص عبد الله لا هو جاوب. لا انا ايش اقول يا خالد يا طارق؟ خالد لا رجاء، انا رجاء انا احترم من يحترم الانصات كثر ما يحترم. والله ما حيسكت، والله خلي الرجل يتكلم. انا ترى ما قطعتك ابد. انت اخذت سؤاليه خالد رجاء ما حيسكت. ترى في مشاهد يقيم، في مشاهد يقول والله طارق النوفل متحدث لبق، مستمع لبق، ترى خالد يقاطع. يا اخي الرجل بدا بسوء النيه. يا حبيبي اسمع الرجل ولما ينتهي اعلق. طيب انت اللي ابتداء في سؤالك كان فيه، انا هذا اراه ومتاكد الجميع الشبابين يرون ان فيه اسقاط، وصراحه اسقاط يعني متعودين منك احنا، وحتى احيانا وصلت مرحله اني معلش ابو ما احاول ارد عليك، يعني احاول احيانا اترفع صراحه، لانه انت اسقطت قلت انه الشبابين القدامى، بعدين قلت خالد بلطان. هنا عمليه تفريق، هي عمليه لتجزئه التاريخ الشبابي. التاريخ الشبابي سلسله واحده متصله، لكل وقت له رجاله. عصر الامير خالد بن سعد عصر ذهبي، عصر جميل جدا. عصر الاستاذ خالد بلطان عصر الماسي وجميل جدا. عصر الاستاذ خالد بلطان انا اتكلم عنه لانه هو اللي عايشته. عصر الاضواء فيه بشكل كبير جدا. الجماهير كانت لا تزيد عن 200 300. اتكلم عن الجماهير الشبابيه الخالصه وليست المتعاطفه اللي احنا نقول لهم شكرا جزيلا لكم. الجماهير الشبابيه الان بمعدل 1400 في كل مباراه. زين، هذا شيء احنا بنفتخر فيه ونفخر بكل شبابي. النجاحات اللي قاعدين نسويها في كل موسم بطوله. انت تحاول، عندك اشكاليه اسم خالد بلطان، انا ما ادري وش اللي بينك وبين هالاسم هذا وليس الشخص. الشخص هذا له قدره واحترامه. انا خلنا اسال السؤال اللي انت مش راضي تجاوب عنه. خالد يقول انتم توفدون ناس من انديه ثانيه. ابو عبد الله، هل فرغ الشباب؟ مغلف صراحه. انا ارضى فيك. خذ السؤال مني، وانا اعتقد لا عندي اجنده ضد نادي الشباب، ولا بالعكس انا احترم هذا النادي بقياداته بكفاءاته بنجومه بلاعبين، وهذا نشهد فيه. السؤال ابو محمد وشكرا جزيلا، السؤال هل فرغ الشباب من الكوادر والكفاءات حتى يتم استقطاب من هم خارج النادي؟ هذا السؤال اللي انت الى الان ما اجاوبت. طارق حبيبي اقرب لك الصوره معلش. لما اختير طارق كيان في العمل الاداري في النادي الاهلي، وصل من خلال النادي الاهلي الى انه صار عضو في لجنه مسابقات وكذا. طيب لا تشرح، خليه يجاوب. خليه يجاوب على اساس انا ما ابغى اضيع المحور هذا في الشباب. جاوب. قول له الله يا ابو، مساله انك تسالني عن نادي الشباب تيجي تربط في الاهلي. الاهلي انت مثال يا اخي. يا اخي انت خلي امثلك لك. شو اسمه نادي الاهلي نحترمه ككيان، كمسؤولين، وعلى راس الامير خالد بن عبد الله كجماهير، ما عندي مشكله معهم. انت عندك مشكله مع الشباب يا ابو. انت الحين تقول 1400، معقول جماهير الشباب كلهم 1400؟
اي مع اي تعال انا لحظه ابى اخلي 1401 ابى اخلي 1401 وتعال حياك الله. لا تعال طيب خالد انا معلش انا ابغاك في جمله فقط ابى افرغك تعدل يا طارق عبد الله بعد ذلك رجع خالد انا بقفل هذا الكلام طالما انك ما جاوبت. انت لا تروح الى المناطق الضيقه، لا تروح الى المناطق الضيقه اللي يدخل فيها يا رجل يدخل حتى في الميول. انت ايش عرفني؟ لا جاوبني او انا هلالي. وين وديت الشبابيين؟ انا قلت على نادي الرئيس. اين غيبتم الشبابيين؟ ما غيبنا الشبابيين، موجودين. الشبابين موجودين، ولكن احنا لا نعتمد على الميول في الوقت الحالي الان بقدر ما احنا يعني نعتمد على الكفاءات. هذا حتى عندنا في النادي على مستوى الاداره في احتراف. انا بسال سؤال انا معلش يعني احنا وليس عن الانتماءات ليصنع ناديا يليق بقيمه ومكانه نادي الشباب. وانتهينا. ارجع اكمل جوابي بس في جمله. انا لا اقل من جمله. برجع لك. اول شيء انت لا تعرف هل ايش ميول بالضبط، زين؟ والناس يعرفوني من اكثر من 5 سنوات، وكنت مشرف على موقع نادي الشباب، زين؟ الامر الاهم، نحن في عصر الاحتراف والبقاء للافضل. في انديه كثيره ما استطاعت ان ترتقي في مستوياتها لانها اعتمدت على ابنائها فقط. طيب جميل خالد على اساس انا متاكد ان محور